السلام عليكم اخواتي، منورين الدنيا، حبايبي زمايلي اخواتي. ثقافه الراب او الهيب هوب هي ممتده في امريكا من زمان قوي، لدرجه ان الكلام اللي بيتقال ان هي موجوده من الستينات او السبعينات، حاجه زي كده. يعني الاول عشان نفهم يعني ايه راب لازم نعرف الثقافه اللي جايه منها الراب اصلا، وهي ثقافه الهيب هوب. الراب هو جزء من الهيب هوب اللي هي جاي منها اللبس الواسع والجرافيتي والسكيتنج والعصابات والكلام ده كله. في الاول في الستينات او في السبعينات كانت الناس بتشغل مزيكا بتقعد تجروف عليها بقى وترقص والكلام ده كله، ومع الوقت بداوا يتجمعوا ويرصوا كلام على المزيكا دي، ومن هنا جه الراب. الفكره كلها في الراب ان انت كرابر لازم تبقى عارف انك عباره عن شخصيه، انت شخصيه الرابر، انت ثقافتك رابر، بمعنى ان الهيب هوب ده حرفيا ثقافتك، والثقافه دي جايه من الشارع والكلام بتاع الشارع بقى والسلانج والحاجات دي. عشان كده الراب مقارنه بجانرز تانية هو جديد، بس في نفس الوقت حقق انتشار وتطور كبير فشخ، وده راجع اصلا لعقليه الرابرز. لكن عندنا في مصر بقى ليه راب اصلا؟ يعني دي مش من ثقافتنا ولا من عاداتنا ولا من اشمعنى الراب دلوقتي حقق الانتشار الحالي اللي هو فيه؟ العيال كلها بقت عامله مولت وبتلبس اوفر سايز والكلام ده كله. من رايي راجع لحاجات كتير، بس اول حاجه فيهم ان نفس فكره الراب لما انتشر في امريكا، ان الراب ده هو اصدق نوع مزيكا انت ممكن تسمعه، حتى اكتر من الروك اللي هو يعتبر في امريكا كان ثقافه مضاده برضه، بس في الراب يعني ثقافه مضاده اكتر، عشان الراب اصلا بيعكس اراء وتوجهات وافكار الرابر نفسه لوحده. هو مش جاي من متن كامل ولا هو جاي من جهه معينه، لا هو شخص فرداني لحد ذاته، قاعد بيفهمك ويكلمك ويقريك على الصح يا زميلي، او عشان فكره ان شئت ام ابيت احنا جيل متمرد. ويعني حتى لو التمرد ده ملوش اي لازمه وبيتوجه ناحيه حاجات تافهه وحاجات عبيطه، بس ستيل في نزعه التمرد دي عندنا. فاحنا لما جينا نتمرد على اهالينا فاحنا اتمردنا عليهم بكل حاجه. يعني حاجه زي الراب والكالتشر بتاعتها هي بقت مؤثره فينا بشكل كبير، واللي هو قشطه ده احنا بقى. فكره الراب اصلا قايمه على التمرد، اللي هو انتوا بتلبسوا بنطلون عادي انا هلبس زورق، بتغنوا انا هرقص، بتاكلوا فسيخ، تبقوا مختلفين. اي تمرد مش مهم بقى تمرد ناحيه ايه، المهم هنتمرد، انا جاي اتمرد النهارده، او بتحسسك انك بطل عالم بقى وانك اروش واحد في الكوكب. كم مره بنسمع بابلو اللي هو يا جدعان انا جامد. او حاجه تانية واللي بيمتاز بيها الراب عن اي نوع مزيكا تانية، وهي السكيلز، وده جزء اساسي من اسس الراب، انك كرابر لازم يبقى عندك سكيلز كتابيه، وعندك طريقتك لما تيجي تسبت او ترص على المايك. حتى سبت دي معناها تعرفي انك تتف، ما ينفعش تتقال على اي نوع مزيكا تاني غير الراب. وهتلاقي الموضوع ده كتير بقى في الراب، زي اغاني الراب نفسها اصلا ما اسمهاش اغنيه، اصلا مش مغني انا براب، فهو اسمه تراك، والسطر اسمه بار، اللحن يبقى فلو، المزيكا تبقى بيت، وحاجات من دي كتير بقى. عشان الراب اصلا هو تصنيف موسيقي مختلف عن اي نوع مزيكا تانية، وليه شخصيته المستقله، حتى لو الشخصيه دي كانت مستورده الى حد ما، بس هنيجي الموضوع ده قدام. ايوه يعني ليه برضو حد ممكن يستمتع بحد ما بيتكلمش في توبيك معين، بس هو بيقعد يرص بارات وخلاص، وصاحبتي احلى من صاحبتك وتعالى اولا هو الراب بيبقى ليه توبكس عادي، بس هو ده مش ضروري يعني. ثانيا يعني اظن ان ده راجع اكتر لفكره العنف المكبوت جوانا اصلا، وده بيطلع في احساس ان قد ايه انا جامد. ولما بتستمد الاحساس ده من الرابر، فاظن ان دي الحاجه من الحاجات اللي هو نفسه اصلا يوصلها، انه لما بيعمل الحاجه لازم اللي بيسمع الحاجه دي يحس نفس الاحساس اللي الرابر حسه. وبرغم ان انا متفاهم ان فكره الغضب المكبوت انه يطلع بالشكل ده هي حاجه مش صحيه، بس ما زالت انت تقدر تفهمها، وده اصلا واقع. يعني انا اصلا مش جاي افهم حد ما بيحبش الراب ان قد ايه ده حاجه جامده، عشان دي حاجه عامله زي ان باتيستوتا قاعد بيفهم ام كلثوم فوائد الكيك والسنين على الريق. يعني دي حاجه صعبه تخيلها، زي ما هي حاجه صعبه اصلا ان باتيستوتا يفهمها لها سهل. فهي بالنسبه لي الراب ده هو حاجه تتحس ما تتقالش. المهم ده بيحسسك بجمدان يعني عموما، فيعني اعتبر انك بتتفرج على عركه، اكيد الفرج على العركه حاجه ممتعه، يعني اعتبرها هي نفس الحاجه. بس الراب اصلا زي ما انا قلت ان هو ثقافه مستورده، فهي مستورده منين ومين بدأها؟ دي قصه طويله، تعالوا احكي لكم يا ولاد الراب انتشر ازاي. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. الراب المصري بدأ بالظبط وتحديدا في غانا. يعني ايه؟ خلاص هفهمك من غير اي استظراف. تمام، منك دخلت الفيديو ده، ففي الاغلب انت عارف بوفلوت، عمر بوفلوت قبل ما يبدا واي كرو اصلا كان عايش في غانا وتعلم الراب هناك، وبالفعل اصلا كان عامل فرقه راب في غانا في 95، لكن في 98 رجع مصر وكان عايز يبدا ينشر ثقافه الراب دي هنا. شوف بقى مين بيراب في مصر ومين مش عارف ايه، لا الدنيا فاضيه، لا صحراء. وكان بوفلوت بقى وقتها واخد ثقافه الراب زي ما انت شايف يعني من المنبع نفسه، فكان اللبس الواسع والكاب اللي على جنبه والكلام اللي احنا فاكرينه دلوقتي روش ده. فالقصه اللي ياسين زهران بيحب يحكيها كل شويه، ان هم اتقابلوا في الترام وشافوا بعض بقى اللبس الواسع والكلام ده، فقالوا يعني
هو ده بيسمع راب. اتعرفوا على بعض وكانوا بيبدلوا مع بعض شرايط تراكات الراب في الوقت ده، لحد ما في مره قالوا طب ما نعمل الراب ده بنفسنا، وقرروا فعلا وعملوها. وفي الوقت ده عملوا واي كرو، وكانوا بيعملوا تراكات بالانجليزي والفرنساوي، كانوا مستوردين الثقافه زي ما هي حتى ما عربوهاش. بس في الجهه الاخرى من اسكندريه كان في 3 شباب في كليه اسكندريه كانوا برضو متاثرين بويفه الراب اللي كانت موجوده وقتها، كانوا دول مايكي تاكي مايكي نايتي زيبي زايتي ساكي نايتي فشاوي. المهم مايكي وتاكي ومحمود عملوا فرقه ام تي ام، واللي هم كانوا برضو واخدين ثقافه الراب من بره وبيغنوا بالانجليزي، عشان وقتها برضو ما كانش في مثال ممكن اخده يخلينا راب بالعربي، يعني مفيش حد عمل كده قبل كده، لحد ما ام تي ام عملوا اول اغنيه ليهم انا اسمي مايكي وشعري سبايكي. بجد ده كان اول بار راب اتكتب كوميرشالي يعني. وقتها نزل منه شرايط، ودي كانت حاجه جامده فشخ ان تراك راب ينزل على شرايط، دي كانت حاجه جديده وحاجه جامده. وكل ده كان راجع ان ام تي ام اصلا كانوا شبه 3/4 الشباب في الوقت ده، اذا كان من الاصل سبايكي ومن طريقه الكلام بتاعت روش طحن وجامد تنين وفتيقني. وقتها كان كل اللي منتشر برضو يعني حبيبتي احبك الحب فين يا عيني يا ليلي. فالساحه تقدر تقول ان هي كانت متمهده لظهور نوع مزيكا جديد ممكن تسمعه وتحبه وتريليت ليه. والفرق بقى بين شباب ام تي ام وشباب واي كرو ان واي كرو كانوا ممثلين للهيب هوب كلتشر اكتر، انما ام تي ام كانوا بيغنوا بلغه الشباب. مع ذلك ظهور ام تي ام وشهرتهم كان نوع من انواع بصيص الامل لواي كرو من ناحيتين، ان واي كرو بداوا يغنوا بالعربي، وان يا جماعه احنا ممكن فعلا نعمل حاجه بالراب ده وممكن يوصل لحاجه. فبداوا واي كرو ان هم يرابوا بالعربي، يعملوا حفله هنا سهره هناك. وفي الوقت ده ما كانش فيه نت مثلا نقدر ننزل عليه الحاجه، لا هي كانت يا اما بتتنقل بلوتوث يا اما فلاشات. كانوا ام تي ام بس هم اللي بقدر الشهره اللي يخليهم ان هم ينزلوا على شرايط، ما كانش فيه اوبشن الشرايط ده بالنسبه للاندر جراوند. وهم في الوقت ده اصلا كانوا بيقعدوا يلفوا ويتحايلوا على الناس ان يا جماعه طب جربوا نخلينا نغني في الكافيه عندكم مثلا، او مثلا لو في حفله معينه هيروحوا يتحايلوا على الراجل ان هو يسيبهم يطلعوا، لدرجه ان هم على طول كانوا ماشيين بفلاشه فيها الانسترومنتس احتسابا عشان لو في حاجه ممكن يطلعوا فيها او كده. وكانوا واي كرو بيلفوا على شركات الانتاج انها تتبناهم ويساعدوهم، بس شركات الانتاج كانت بترفضهم وبتتشرط عليهم دايما، فان ماشي انتوا هتيجوا بس بالشروط. واي كرو كان جزء من رسالتهم ان هم مش عايزين يبقوا متأيدين باي حاجه، وان هم كانوا عايزين يستريتش الحريه بتاعتهم زي ما هم عايزين، عشان كده كانوا بيرفضوا. بس الحاجات دي ما كانتش كافيه بالنسبه لهم عشان تنشر ثقافه الراب في مصر، فعملوا حاجه اسمها الواي فام او واي كرو فاميلي، وهي عباره عن حاجه كده زي اكاديميه بتضم ناس كتير كلهم مهتمين بالراب وان هم عايزين يتعلموا راب وكده، منهم الضبع وجيجي ومومو وام سي اوزي ومانكي، واكيد التسعة ملي اللي هو ياسين زهران وبوفلو. وكان في واحد في الواي كرو فاميلي كان هو اللي دايما خاطف الاضواء ودايما الناس حباه. ما انت لو نزلت الشارع هتلاقي في ناس كتير، بس فيهم واحد مميز واقف على اليمين حتى بالاماره. الواد اسمه شاهين، خلي بالك من الواد ده. ايوه خلي بالك. شاهين العبقري كان من الواي كرو فام، كان من ابرز اعضائها عشان هو كان اصغر واحد فيهم، ومع ذلك كان شاطر فشخ مقارنه بوقتها. هو اصلا كان فان لواي كرو من قبل ما ينضم لهم، وكان عايز يغني اغنيه ليهم في المدرسه، يعني مش عارف ليه حد فكر في حاجه زي كده اصلا. فالمهم ان واي كرو فاميلي من وقتها يعتبر بقت كامله، ولو ما حسبناش يونج تي وحموته على حد علمي، يعني ممكن يبقى في اعضاء تانية بس انا ما اعرفهمش. وكانوا كل شويه بيبدلوا حفلات، يعني شويه ده يغني وشويه ده يغني، لحد ما بقى كل واحد ليه اغانيه المستقله اللي بيغنيها بعيدا عن واي كرو. كل ده خلى الراب ينتشر اكتر واكتر. والفكره ان الشباب دول كانوا بيناقشوا قضايا بجد وبيتكلموا في حاجات جد بطريقتهم، واللي هو السوق ما كانش عطشان لده بشكل ما. هم كانوا بيحاولوا باقصى جهدهم ان هم يبقوا مختلفين، لدرجه ان هم كانوا بيبعدوا غصب عن اغاني الحب والكلام ده، عشان هو اصلا اوريدي كده موجود وهو ده اللي منتشر. فانا لا، انا عايز ابقى مختلف. عشان كده في الوقت ده كان صعب ينتشروا، على عكس ام تي ام ان هم انتشروا في مصر كلها. واي كرو كانوا منتشرين في اسكندريه بس. يعني يا جدعان احنا عاصمه الراب دايما كده، يعني ما قبل 2010 كان في واي كرو اسكندرانيه، ام تي ام اسكندرانيه، يجرب سكول اسكندرانيه، الغوريلات القاهره. بقى الوضع كان عشوائي فشخ. كان في فرق بقى زي السي سي جي والجي ام سي. السي سي جي والجي ام سي كانوا عباره عن ثقافه مستورده تماما بقى، بس ما كانوش مستوردين ثقافه الهيب هوب من ناحيه اللبس او المزيكا والجرافيتي والكلام ده كله بس، لا كانوا واخدينها بقى بالجانجستا واحنا جانجا ان بوي وود دوين راب نيك وير دوين ذا ماذر فاكر كلتشر ابروبريشن انت مش نجا، انا النجا. لدرجه ان هم كانوا بيجمعوا الفتوات من مناطق القاهره عشان يبقوا على معرفه بيهم، بحيث يبقى عندهم في كل خرابه عفريت يقدر يجيب لهم حقهم من اللي هم عايزينه. مع ان كردي من الزيتون، يعني مش محتاج كل ده. يعني انا مش فاهم، يعني يا اسطى مثلا انت من الزيتون اهو طالع طبيعي في ايه؟ اللي هو انت مش مستورد الثقافه، لا انت شاففها، يعني انت وقاعد تقول عليها this is real shit that's in real shit نجا. وده ما ينفيش ان قصه كردي وخليفه كانت ممتعه فشخ والحوارات اللي حصلت فيها، بس يعني انت لو جيت تمثلها في فيلم هيطلع فيلم كوميدي فشخ ان في جنجستا في مصر.
اوكي استاذ كردي، انا بهزر مش قصدي حاجه، يعني ما اتمناش لما اموت يعني انا عايز اموت على ايد واحد زنج. كل الحواديت اللي بحكيها دي بقى كانت قبل الثوره، مع ان كان في رابرز تانيين اكيد، بس انا بتكلم على اللي كانوا مشهورين قوي. الفكره ان الاندر جراوند قبل الثوره يعتبر ما كانش مدعوم قوي، انما بعد الثوره بقى في تقبل اكتر للمزيكا الاندر جراوند، فكان في تجربه دعم اليوم زي فيلم ميكروفون، احسن فيلم في تاريخ السينما المصريه بلا نزاع بلا نقاش بلا مش عارف. كان في حفلات كتير لدرجه ان كان في حفله ممكن تجمع كايروكي واي كرو وفرقه وسط البلد مسار اجباري، اللي هي حفله لو اتعملت دلوقتي هتروح اقلها تدفع نفس المليون جنيه اللي هتدفعها وتقعد على حجر عمرو دياب. فالدعم ده خلى الرابرز كتير تظهر وتتعرف اكتر واكتر، وبقى في سين فعلا، ودليل على ان واي كرو كانوا مؤثرين في الراب اكتر من ام تي ام، ان كل اللي طلعوا بعد الثوره يعتبر كانوا اندر جراوند ومنتهجين نهج واي كرو، وده كان بيثبت رجل الراب اكتر انها ثقافه مضاده اكتر ما هي الناس بتغني وخلاص. مثلا اغنيه زي لو فاكرين كانت مصدر الهام كتير للناس في الوقت ده، لدرجه ان اي ابيوز تسمعني قرر تبقى رابر جامد زي مازن. بس حاجه تحسب لام تي ام وزاب ثروت ان هم سهلوا الدنيا شويه على ودن المستمع اصلا من قبل ما موجه الراب الحقيقيه تظهر. الناس بقت مقتنعه ان هم مش مجرد شباب لابسين واسع وعوجين الكاب وبيتكلموا بسرعه، لا الراب ده حاجه اكبر من كده بكتير، الراب ده احسن من عيلتك. سهلا. كان في مثلا ناس زي اريبيان نايتس، يجي راب سكول والى اخره من الجيل ده كله ما كانش بيتكلم غير في السياسه، مع الحلم العربي، ما اخوك ما تقتلش امك، الكلام ده كله اللي هو تمام جدا، في رساله برسائل للراب، بس يعني مش هينفع يفضلوا كده عشان التوبكس دي مش هتعمر في نوع المزيكا ده مع الجمهور. في نفس الوقت العيش والحلاوه يعني نجيب سكر للرابرز، يعني مش ناقصين برضو هم، اي نعم كانوا هيلاقوا مكنه واكل بيجي لهم لحد عندهم، which حاجه هم فاقدينها بسبب اقتصاديات الراب يعني، بس برضو يعني الراب بعد ما خد الدفعه بتاعه المزيكا الاندر جراوند ما عمرش الوقت طويل لاسباب كتير، ان اوريدي السوق كان اصلا اتشبع بثلاث انواع مزيكا جداد زي المهرجانات والحاجات بتاعه دينا الوديدي ومريم صالح وبندات الروك زي مسار اجباري وكايروكي. كانش في مكان للراب قوي في الوقت ده، كان بدا يندثر واحده واحده وبقى يتشاف ان هو ملهوش لازمه خلاص ان نفضل نحاول ان احنا نراب اكتر واكتر. بشوف ان في الوقت ده قصه شاهين وبوفلو هي اللي فعلا كانت معبره عن المرحله اللي الراب كان فيها. طب يلا عمر هنكتب، مش عايز يكتب عمر، ابتدى عمر يلوز الباشن ناحيه المزيكا من مرحله بريل. من قبلها بكتير. كان خلاص الحلم اللي يعتبر بيتبني بقاله حوالي 17 سنه ما هو الا عباره عن حلم، لا الراب هيوصل ولا الناس هتتقبل نوع المزيكا ده في اي وقت قريب، وكل الرابرز دول اللي وراه مسؤوليات واللي وراه شغل وكذا وكذا، مفيش اي سبب حقيقي فعلا للمحاوله ان احنا بننفخ في قربه مخرومه. فتخيل بقى كان ده احساس المؤسس اللي هو جزء كبير من الهام الناس اللي طلعت اصلا في الوقت ده، والناس اللي عرفت ان ممكن حد يراب بالعربي منهم اصلا. فما لك احساس الناس دي نفسهم اصلا عامل ازاي دلوقتي؟ الراب بقى تقيل ومكرر وكلهم بيتكلموا في نفس المواضيع ونفس الطريقه ونفس الفلو ونفس كل حاجه، فالجمهور الراب اصلا الصغير في الوقت ده كان بدا يزهق، فالراب اصلا بقى حلم بعيد المنال بشكل او باخر. لحد ما جه المنقذ. اللي مش بيفهموا بيكرهوه، من كتر الفضا يقضوا اليوم يفصصوه، يلاقوا الناس بيحبوه فيقلدوه، غلبانين حافظين ما بيفهموا. ده مش راب، ده مش راب، ده مش تامر، ده مش واما، ده مش عمرو دياب. يوسف مهما قعدت اتكلم واقول مش هوفي حق الراجل ده، يكفي كميه الانتاجيه اللي كانت عنده ان هو حرفيا كان بينزل تراك كل يوم، يكتب يعمل بيت ينزل، يكتب يعمل بيت ينزل، وهكذا وهكذا، وثلاث ارباعهم ان ما كانش كلهم كانوا جامدين. شوف التطور اللي الراب وصل له من 2019 لحد 2021 اللي هو هنتكلم عليه قدام، وشوف ازاي الراب بتاع الاولد سكول والناس اللي كانت متمسكه بان لا اولد سكول ومش هعمل الحاجات بتاعت العيال الخيخه دي، النيو سكول والحاجات دي، او خليك كده يا اسطى ما حدش فاكرك يا بتاع الاولد سكول. الناس دي الراب بقى صدى معاهم من 2011 لحد ما ابي يوسف جو لمع الراب تاني، فاهم عظمه، فاهم يعني. يوسف جه حرفيا وسط ناس بتتكلم في السياسه وفلسطين واللي هينهر امه ويبقى ابن، وجا مثلا عمل تراك زي سلبي بايع القضيه ماضي العقد باسم تاني، بايع القضيه ماضي العقد باسم تاني. الفكره ان هو جه علم الناس تكتب ازاي او علمهم طريقه جديده، ودي حاجه تحسب له فشخ. خليك مش فاهم هو كان في دماغه ايه في الوقت ده، اللي هي ايه البيتس دي والطابع اللي كان بيجي لك من الاغاني بتاعته. يعني اسمع البوم زي مذكرات حارس مرمى، مستحيل تقتنع ان ده البوم نزل 2012. تسمع ده بيشرح وتشوف ده بيرسمها، يموت ويمسكها وبيقول العكس كده. رجع اصلا ابي يوسف جاي من خلفيه ميتال وكان درامر في فرقه ميتال، واكيد كان بيسمع جانرز ثانيه وكان بيميكس كل ده بقى ويحطه جوه البيت، which حاجه صعبه فشخ يعني، مش بالسهوله اللي انا بقولها دي، بس ده فاهمك قد ايه الراجل ده كان طفره، وان قد ايه هو كان بيتهاجم في الوقت ده، وان ايه الخرا ده، وان هو بيقول ايه، والايه مغزى من الحاجه اللي بيعملها دي. احلب بقره واكله رز
هتنزل لك رز بلبن. مفيش واحدة تستاهل اتفرج على هيب. احلب بقرة وانت بترجعها هتنزل لك زبدة. انتوا بجد جامدين خايفين من الهجايس. احلب بقرة في الفريزر هتنزل لك ايس كريم. فاكرني بقول اي كلام بس انا اديتكوا امثال اني بفتي في حلب البقر زي ما بتفتوا في الراب. لا يعني هو جامد بس يعني ايه. ابي يوسف بقى فضل يحرت لحد ما بقى معروف وسط الناس وكانوا روشين بس هم بقى اللي بيسمعوا ابي يوسف وكده، واللي هو على حسب روايته يعني اللي هي قد تكون مش موثوقه ممكن يبقى بنوكيو يعني. ابي يوسف بقى بيحب يجننا والحاجات دي. كان بيقول في الاول ان هو بيعمل التراكات دي عشان يبهر الرابرز، وفي الاغلب في الوقت ده الرابرز اصلا كانوا بيعملوا كده يعني، هم كانوا بيعملوا تراكات عشان يبهروا باقي الرابرز التانيين. بس ابي يوسف لما قرر ان هو يعمل تراكات تتسمع عمل تراكات تتسمع فعلا. كان بيحكي ان هو بدا يعمل اغاني للناس بعد اغنيه شت مش لاقي ولا تشير. وده راجع اصلا لابي يوسف ان هو جاي من خلفيه ماركتنج، يعني ابي يوسف شغال في الاعلانات من وهو عنده 19 سنه، فبالنسبه له ان هو يسوق للفكره دي ويسيبها تسوق له ده كانت حاجه سهله بالنسبه له. بس هو كان بيحاول يشد الناس اللي هم اصلا ممكن يبقوا مهتمين بيه. هو كان بيعمل انتخاب طبيعي كده للفانز بتاعه. يعني بص لما طلع مع يسرا الهواري كان بيعمل ايه. بيتا فدا بيتا لطفي حارس مرمى بس تكون يعني طه دسوقي كان بيحكي في مسلسل موضوع عائلي ان هو كان بيحضر فشخ للحته اللي هيطلع يقول فيها الستاند اب عشان هو شايف ان ده ابني طالع بوريه للناس. فلو مسكنا نفس المثال ده بقى، ابي يوسف لما ورى ابنه للناس كان بيعمل كده. او مثلا في الحفله اللي تبع اتصالات كان طالع بيغني على ستيج بالكروكس، فلما عمل اغنيه مع شعبان عبد الرحيم واسلام شيبسي بطريقته اللي هي كانت فعلا وقتها غريبه على الناس، يعني فكك من دلوقتي ما تدسش على دلوقتي خالص. كل ده انا ما اتكلمتش في تكنيكاليتيز، يعني هو الراجل ده احسن واحد عملها اصلا. ممكن اعمل فيديو تاني مخصص لابي يوسف في وقت تاني. كل ده بيخلي الناس اللي بتهتم بابي يوسف هم الناس اللي فعلا شبه ابي يوسف مش الجمهور العام. ابي يوسف بقى كان عنده حيله تانية كجزء ان هو قرر يخلي ان الراب يتعرف للجمهور العام. ابي يوسف كان مؤثر في السين من ناحيتين. اول حاجه ان اللي كان بيسمعه تلقائيا البار عنده بيعلى بشكل ما من ناحيه السكيلز والكتابه، فده طلع جيل من الرابرز اصلا ودنه نظيفه وبيرب السنس على راي شاهين، وكل ده من غير مجهود. والناحيه الثانيه ان هو كان بيعمل نفس اللي واي كرو كانوا بيعملوه بس على نطاق اضيق شويه، وكان الدنيا متسهله لابي اكتر برضو ان هو يدعم ويزق الناس الجديده. وده كان باسط ياسين زهران لدرجه ان في وقت كانت الناس بتفضل تتهم ان هو بيعصر ابي يوسف كتير. يا جماعه يعني ما اعرفش ازاي، يعني هو ده الراجل ده كان طفره في وقته. الراجل ده اقوى قلم جه من ساعه ما بدا الراب في مصر، ستايل جديد وستايل مختلف. واهم حاجه ان الراجل ده هو اللي فعلا بيحقق حلمهم اللي متاجل من 98، وان الراب مش هيوصل لحاجه رغم محاولاتهم الكتير. بس ابي يوسف جه قام شايل الراب على كتفه وقال يلا بينا انا هروح اساعد واحد من الجيل الجديد بس عشان اوصل الراب ده ان هو يبقى حاجه فعلا. وبالفعل هو عمل كده. هي مش بس بقى مجهود ابي يوسف، اكيد السين ده بيتبني من زمان، وجيل الرابرز اللي طلع في الوقت ده ما كانش فيه انسب منه ان هو يقوم الراب. انه عافيه ذوق هو كده هيطلع. يعني عد معاك الجيل اللي ظهر في الوقت ده، حد زي بابلو، ويجز، مروان موسى، ليجاسي، عفروتو، رابتور، كريم مدحت الله يرحمه، ارسنك، موسكو، ابو الانوار، سانتا، شهاب، موسى سام، رعد، ضبع، ديزي، مهاب، سلايفر، علي ويزي، دنيو، شاب جديد من السين الفلسطيني، وبو كلثوم من السين السوري، سنابتك من السين الاردني، وكل دول طلعوا فجاه مره واحده. والناس من الجيل القديم زي الفايف وشاهين واحمد ناصر الجوكر ويوسف الجوكر، واكيد ابي يوسف. مش شرط ان كلهم بدأوا في 2018 بس شرط ان كلهم عملوا فرق في السين، بس الاكيد ان كلهم فنانين وكلهم تقال بشكل مبالغ فيه اذا كان في الراب او اي جانرز تانية، بس هم كانوا بس محتاجين الفرصه والبيئه الخصبه اللي تجيلهم. هو ابي يوسف فعلا اللي قدر يوفر لهم ده، بدليل ان اي حد بيتسأل عن ابي يوسف بيقول سيدي وتاج راسي. يعني مروان موسى في 2016 لما اتخرجت بعت مزيكتي لابي يوسف، والصراحه هو اللي شجعني، اداني رياكشن حلو قوي اللي هو ده جامد وبتاع. باتيستوتا، بص ابي يوسف ده من اكتر الناس اللي فادت المجال الراب في مصر. سانتا، حر فاهم يعني وجهة نظر، يعني هو ساب الموضوع حر ان انت مش متقيد بكلام بيتقال معين، مش او جينر معينه او طريقه معينه. اعمل اللي انت عايزه، كل حاجه وعمل كل اللي هو عايزه. شاهين، ابي يوسف ما عنديش حاجه اقولها غير ان ابي يوسف هو افشخ رابر في مصر حاليا. بابلو اللي كان اوريدي عامل فيتشر معاه من وقت ما كان داما. في البدايه ابي يوسف في البدايه كداما، يعني ابي يوسف كان اداني سبورت. ادهم توكيز، ابو يوسف ساعه انتشار الراب بقى. ابو يوسف اكتر واحد طلع ناس. ابو يوسف طلع مروان موسى وطلع ابو الانوار وطلع ناس كتير غيرهم، يعني مش عايز انسى اسامي. ابو يوسف طلع ناس طبعا. ما دام ما وصلش لمستوى ابي يوسف ومروان موسى يبقى كل دول ما يقدروش ينكروا حاجه على ابي يوسف عشان عارفين بصمته فعلا عامله ازاي. واللي بيعجبني بقى في ابي يوسف ان لما حد بيقول له كل ده بسببك يا اسطى، فمش عارف هل ده سيلف اويرنس مثلا ولا هو ده تواضع من ابي يوسف بره التراكات، بس هو دايما بينكر ده. ببقى عايز امسكه اقول له يا اسطى فوق، يا اسطى انت ابي يوسف، يا اسطى فوق.
المهم الانتشار اللي عمله الرابرز دول ما كانش راجع بس لقوتهم، كان راجع برضه لحاجات كتير، منها ان على عكس ما بعد الثوره ووقت واي كرو هكذا ان كان السين اصلا اوريدي شبع من 3 جانرز تانيين. السين بتاع المزيكا في مصر في الوقت ده كان فاضي فشخ. الجيل بتاعنا كان فعلا زهق من الاغاني بتاعت البوب والمهرجانات. كل ده عشان لو جيت بصيت ما بين الثوره و2020 اللي هو الوقت اللي كان الجيل بتاعنا شايف فيه تغيرات كبيره فشخ ومزيكا كتير طالعه من التغيرات دي، بس كان قصادها تكرار زايد قوي مع اغاني البوب، زايد لدرجه ان خلاص ودننا كجيل جديد كبرت على ده فزهقت منه خلاص. فاحنا عايزين حاجه جديده بقى ترجع تنضف لنا ودنا. والجيل القديم بتاع الرابرز ما كانش مساعد قوي برضه يعني. كيف جوكر مش بيحب اللي بيقول له يارا اصلي يارا طفت ولكن ما اقدرش انكر ان المهرجانات برضو مهدت للراب بشكل كويس. اذا كان من التعاونات اللي شهرت ناس زي ويجز مع السادات، عفروتو برضو مع السادات، وحاجات قديمه زي MC امين مع فيلو والسادات، مارو مع 50، كل دي كانت نقط حلوه للراب ان هو بيتسرسب لودن الناس واحده واحده. وبرضو اظن ان ده راجع لان بتوع المهرجانات كانوا اصلا في الاول عايزين يبقوا رابرز بس ما جاتش معاهم، بس يعني دي روايه ادهم توكيز. مع ذلك هم عملوا حاجه اجمد بكتير وعملوا حاجه جديده خالص بلونهم وبشكلهم ومعبره اكتر عن مصر في الوقت ده. ودي على ما اتوقع برضو روايه السادات، يعني ان هو شايف ان الرابرز دول مغنيين مهرجانات. انت ليه قلت ان الناس دي مش رابرز؟ عشان ده مهرجان. بص في حاجه اسمها عقده الخواجه، بس اي اوتو تيون مفتوح عليه الحنفيه مهرجان سهل. مع اني مش شايف كده خالص، بس ما اقدرش انكر تاثير المهرجانات على الراب. والسبب كمان ان زي ما انا لسه قايل رابرز استوردوا من بتوع المهرجانات حتات قويه فشخ خلت الراب ينتشر اكتر. بس في نفس الوقت يا سادات يا عالمي، رابرز يا اسطى مش بتوع مهرجانات ولا هي بوبي ومامي وزي ما انت بتقول. انا متفاهم وجهه نظرك، بس دول اللي فعلا جم طوروا المهرجانات في نفس الوقت مكسوها مع الراب. انتوا عملتوا حاجه افشخ انكم اخترعتوا حاجه جديده، بس هم برضه عملوا حاجه فشيخه ان هم طوروا منها. والراب والمهرجانات برضه ولاد عمي يعني، بس ما زالوا الرابرز بسكيلز والليركس واظن يعني مع كامل احترام المغنيين للمهرجانات، بس دي حاجه بعيده قوي عن السين بتاعهم يعني، اصلا مفيش ديبيت في الحوار ده يعني صعبه. المهم في نقط كده كانت انفجار قوي للسين، تقدر تقول زي تشيك بوينتس كده الناس وقفت عندها وقالت ان ده الراب سين المصري. الانفجار الاقوى في الوقت ده كانت الجميزه ضارب من كله انا ضارب حي. الشيء دول كانوا فعلا من اقوى الحاجات اللي نشرت الراب، اللي كانت حاجه قويه فشخ من الاساس اصلا. ان اصلا ناس زي مولوتوف ووزة منتصر كانوا اصلا قدروا يمكسوا نوع مزيكا مختلف مع التراب اللي كان منتشر في الوقت ده، لدرجه ان الناس كان بيجي لها حاله عدم فهم من العركه بتاعت الراب ده راب ولا تراب شعبي ولا مهرجانات. يا جدعان يعني فككوا من الكلام ده كله، ان احنا من تاني سنه في انتشار الراب بنتعارك على الجانرا بتاعت الحاجه اللي بيعملوها دي من اكتر الحاجات المميزه للراب سين. يعني نفكر بجد في الموضوع قد ايه دي كانت فعلا حاجه فشيخه. ومن بعدها الراب بقى في كل حته بسبب التطور اللي عملوه في الوقت ده، واللي راجع برضو لنقطه انك عارف ان الناس دي ريل فشخ على الحقيقي، فاهم؟ احنا كجيل برضو بيحب القريب منه ومن ثقافته ومن كلامه. كل واحد فعلا في الراب هو بشخصيته، وده راجع للهيب هوب كلتشر نفسها اصلا، عكس مغنيين البوب اللي اصلا بيبقى فيه مليون ايد داخله في العمل بتاعهم. لا دول لوحدهم ممكن يبقى مغني وكاتب وبروديوسر وعامل ارت وورك وكليب، وكل ده بقلل الامكانيات اللي بتديك ريحه القرب دي. يعني انت عارف ان ابي يوسف اللي في التراك هو ابي يوسف اللي في الانستجرام هو اللي لو قابلته على القهوه هيبقى هو مش هيختلف في حاجه. وكمان انك مدرك ان كل اللي بيقولوه من الناحيه العاطفيه او النفسيه كل ده فعلا ريل. وليه ده بقى ما طلعش في المهرجانات؟ هو طلع، بس الفكره ان جيلنا شهد انحدار مرعب في المهرجانات بعد ما كانت فعلا حاجه عليها القيمه فشخ. دلوقتي بقى يعني يا اسطى انا بقالي 10 سنين بسمع نفس الاغنيه مش مختلفه في حاجه. جزء منه ما اقدرش انكره هو عنصريه على المهرجانات، باعتبار ان المهرجانات دي حاجه بترقص وخلاص والناس بتهاجمها انها بوظت جيل. كل جيل بيقول كده من ايام سيد درويش لحد دلوقتي ما اتعلمناش، 100 سنه ما اتعلمناش. المهم مروان موسى كان من المساهمين فشخ في تطور الراب سين لما عمل البوم زي فلوريدا، استخدم الخامات الشرقي كتير في حاجته وبشكل مختلف، وده اضاف حاجه برضه يعني فتح باب لحاجه. كل واحد في السين ده جه فتح باب لحاجه، زي ممكن يبقى فتح درج مثلا. مع الوقت بقى الرابرز بداوا يمسكوا جانرز تانية مختلفه عن الراب بحيث يديله طعم ولون مختلفين، بحيث ان هو يبقى مختلف عن اي مزيكا تانية ممكن تبقى موجوده. والكالتشر المستورده قبل كده عرفت ان هي تشق طريقها وتبقى فعلا الكالتشر بتاعتنا. وكل ده عشان ما حدش كان بيقول دي بتاعتي ودي مش بتاعتي، لا وكل واحد بياخد من التاني وعادي، اصل هنطور كلنا مع بعض. ودي حاجه من الحاجات اللي بتطول في عمر اي جانر عموما، ان هي بتعرف تواكب دايما. محدش بيحتكر المزيكا لنفسه ومحدش بيحاول يوقع حد، كلهم كانوا على قلب واحد، لدرجه ان كان في لعبه لعبوها وقتها السين كان متكيف منها. بدات متجمزه لما بابلو قال كبريت بنولع في العيدان، كبريت بنولع في العيدان عن قبل كبريت على الدوق حبيبي نولع وبنزينة الاعصاب بتتاكل كل الحيار بتبان ولع وبنزينة احنا نولع وبركان هنقلب الميزان هنولع في المكان مش هنولعها بنزينة ولا بركان هنولع هيروشيما ولا تضيع منتنا مش بنقول خسارة
تولعوها كبريتة تولعوها بنزينة تولعوها هيروشيما تيجي بس نطفيها. الراب جيم دي كانت جايبه صريخ وقتها، بس جت 2020 وفي اخرها كده ليجاسي اعتزل، بابلو اعتزل، واهم رابر في الوقت ده واكيد من قبلها ابي يوسف برضه اعتزل. فالسين اتحط في نفس المرحله اللي عدى بيها وقت ما بوفلوت انطفى من الراب، وهو نفس اللي شاهين كان حاسه، وكمان السين المصري عموما كان حاسه وقتها ان بوفلوت اللي علمنا يعني ايه راب اصلا خلاص انطفى هنا، وعلى سكيل اوسع بكتير بسبب التاثير اللي كان يوسف عامله على السين وكتره الرابرز اللي ابي يوسف معلمهم بقصد او غير قصد. ابي يوسف قرر يعتزل. هم هنا عموما كانوا بداوا ياخدوا الشهره والصيت الكافيين اللي تخليهم مكملين عادي، بس في نفس الوقت يعني ابي يوسف هو اللي ادى امل اصلا للشهره والصيت اللي احنا فيهم دلوقتي، فطبيعي ان هم كانوا يتاثروا باعتزال ابي يوسف واعتزال ليجي وبابلو مثلا اللي هو جه مره واحده، وكلهم كانوا متاثرين بحاجه غريبه كده وغير مفهومه خلتهم كلهم يعتزلوا في نفس الوقت وبلا اي مقدمات. واتوقع ان ده كان عشان الرابرز في الوقت ده ما كانوش مستعدين لمدى الشهره والانفجار اللي حصل مره واحده، فتحس ان كلهم عملوا ايرور كده اللي هو دي حاجه بنعملها عشان نبقى مبسوطين بس هو كده، وكنا مستنيين منها حاجه فعلا بس مش بنفس قدر الضخامه اللي حصلت دي، بيزنس واعلانات وفلوس وكل ده وترته برده سريعه قوي. وهم بصراحه برده كانوا بقدر الذكاء الكافي اللي خلاهم يوسعوا مجالاتهم دي، وده وسع النشاط اكتر بتاع السين وخلى ابي وبابلو وليجي رجعوا كلهم في نفس الوقت بعد ما اعتذروا برده في نفس الوقت، والسين بدا يولع من بيفات لالبومات لحاجات اكتر واكتر بتفايرل بالذات بعد رجوع الرابرز، ودي كانت نقطه وسعت انتشارهم اكتر بسبب ان الناس بتحب الحاجه اللي هي مش موجوده، فالرجوع ده ساعد في الانتشار اكتر. حاجات كتير ساعدت السين كامل ان هو ينتشر ويتعرف اكتر واكتر. كل ده السمه الاساسيه والواضحه اللي على طول الوقت بيثبتها اكتر واكتر ان يا جماعه كلنا في مركب واحده، ولما حد بيعمل حاجه بتبقى مؤثره على السين كله وكله بيتطور وكله بيساعد كله، وكل دي سمه هتفضل موجوده بس مش لوقت طويل قوي. بعد ما الراب انتشر بقى وكده بدا يجي جيل قوي كبروديوسرز وفنانين جامدين، بس اي جيل هتقارنه بالجيل اللي شهر الراب فهو ظلم كبير للجيل ده بصراحه. مع ذلك كبروديوسرز في ناس زي الويلي وهادي معمر بالنسبه لي دول اقوى من اي حد جه في الجيل القديم، عشان دول عرفوا يحطوا بصمتهم في وقت قليل يعتبر. يعني هادي معمر اصلا كان شغال مع دريك في اغنيتين قبل كده ومع جي كول برضه، بعدين رجع مصر لسبب ما انا مش فاهمه بس يعني ايا كان. وحد زي الويلي اللي هو ليه اللون بتاع المميز اللي اول ما تسمعه هتقول هو ده الويلي. وجيل رابرز جديد زي كريم اسامه وكل بتوع الدريل زي معادي تاون مافيا كلهم، وتومي اللي جه عمل حاجه بوب وهتت وفليكس والسونس. وحاليا مثلا بجد اللي هو اسم قوي قوي بس لو عرف يطور في نفسه ومواضيعه ده غير زي حد زي زياد يا اسطى. بص على اللايحه ماشي قواعد انا اسف مش هينفع اتكلم عنه خلاص. انا كان نفسي طبعا اتكلم عنه بس معلش انا اسف مش هتكلم عن خلاص. كل الجيل ده مش هو اللي كان طالع وقت ما كان الراب لسه بيتاسس، في الوقت اللي الراب فيه كان لسه ولا حاجه وهم مش مدركين المفروض يعملوا ايه. مع ذلك الرابرز القدام بداوا ينطفوا شويه، ما بقاش فيه نفس الروح ونفس الحماس اللي كان موجود قبل كده، وده طبيعي عموما عشان هم مره واحده لقوا نفسهم خدوا شهره هم مش فاهمين جات لهم ازاي وامتى ولا عارفين المفروض يعملوا بيها ايه، عشان كده تلاقي عجله التطور واقفه الى حد ما حاليا. وهم تقدر تقول ان هم بعدوا فشخ عن بعض وما بقاش في حاجه تجمعهم زي الكيان الوهمي اللي اسمه الراب سين ده. يعني هو ما بقاش بقوه قبل كده ولا هم واقفين مع بعض زي قبل كده، كل واحد مع الوقت بعد عن شخصيته سيكا برضو. يعني ده ما حصلش كتير بس في نفس الوقت ده كان ضروري عشان الكوميرشال وان هم ياخدوا فئه جماهيريه اكبر، بس ده الى حد ما بيخسرهم الفان بيز الاصليه بتاعتهم اللي هي بتحبهم من غير اي حاجه ومن غير اي سبب غير ان هم بشخصيتهم. مع ذلك برضو الرابرز بيعملوا حاجه ذكيه فشخ ان هم بيعملوا اغاني مع مغنيين البوب، وده بيوسع مساحه للناس اللي عارفاهم فشخ. وكل ده تمام الا لو استسهلوا في الموضوع وعادوا الموضوع كتير فشخ لدرجه ان هو يبوخ وان هم ينسوا اصلا هم كانوا بيعملوا الحاجه مع المغني البوب ده ليه. وهي عموما هي وين وين سيتويشن لحد ما يعني مغني البوب الكحيان الجربان الصناعي بياخد من فانز الجيل الجديد والرابرز بياخدوا فانز جداد من الجيل الكبير الكحيان الجربان الصناعي، وده بشكل او باخر بيوسع دايرتهم ويزود عمر الراب كجنرا. بس الى حد ما ده مش كافي، والجيل القديم عشان مدرك ان كل ده مش كافي وعشان الرابرز في الاول ولا في الاخر هم مستقلين ولما بيعملوا الحاجه دي بيعملوها عشان فعلا هم بيحبوها وكانوا في الاول حتى مش مستنيين منها اي مردود، عشان كده هتلاقيهم كلهم بيرجعوا يعملوا الحاجه الريل مثلا زي ابو الانوار في اول سنه دي مصر الجديدة 4 الفجر جنبي ناس كتير ما توقعش منها ليجي في ألبوم بجد مش فارقة تمسك ولا تصيب، هنا محدش عارفك هنا محدش حاسس بيك. ولو انه بعديها راح عمل حاجه كوميرشاليه بعديها عشان يهاشتك النونه يعني، بس ده مفهوم فشخ عشان اولا ده ليجاسي وعشان حتى لما عمل ده عمله بشكل حلو، وده اصلا من الحاجات اللي بتميز الرابرز لما بيروحوا عن حته بعيده عن حتتهم. او مثلا مروان موسى في ألبوم الراجل الذي فقد قلبه واللي عاملين فيديو عنه بالمناسبه. كلها بتنسى كلها بقت بتبلع وبتلزق كلها بترزع بعديها تلسع لكن دماغنا ناخدها. ومهاب بشخصيه الموند اللي هو عموما حاجه مستقله تماما عن مهاب، وهو عايز يعمل الحاجه اللي هو بيحب يسمعها ويحب يستمتع بيها.
كله جاي معاه بفتيل حدش جاي معاه بيمين اللي هيظهر على السكة يشيك ان عليه تمين. وعفروتو مثلا بعد ما عمل كل الهتات اللي هو كان عايز يعملها كان بدأ يفقد بوصلته كعفروتو. طلع مثلا عمل ألبوم زي فوريل، كنت بعمل زي ما الدنيا طالبة فجأة لقيت الدنيا ضلمة اكتشفت ان الدنيا ظلمة. مش شرط انها حلوه او عجباني، بس المهم ان هو بيعملها وهو مبسوط، عشان على الاقل بالنسبه لي ده اللي بيميز اي حد شغال شغلانه بيحبها عن حد شغال شغلانه وخلاص كده. واتوقع ان هو 100% هيطور ده قدامي. بابلو مثلا في البوم اخر قطعه فنيه زميلي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين شفنا كشلي وقت الزنا وقت الجد كنتوا فين. كان في كلام ديب وطريقه مش كوميرشاليه على عكس كل اغاني بابلو قبل كده، وكان فعلا طالع حلو فشخ وهتت، بس هتت في المساحه بتاعه الراب سين. كل دي البومات ابعد ما يكون عن الكوميرشال، مع ذلك الناس حبتها عشان هو ده الجزء اللي الرابرز اصلا اتحبوا عشانه، عشان هم ريل وعشان هم فعلا شبه الناس. ودي حاجه من الحاجات اللي المفروض تطول في عمر الراب سين، بدل ما يتسحبوا لخانه ان هم جانرا جديده مجرد هتضاف للجانرز المصريه بس. ودي الحاجه اللي مخلاني مقتنع ان الرابرز دول حتى وهم عندهم 60 سنه هيفضلوا يعملوا ده عشان هم بيحبوا ده فعلا، حتى لو مش بينزلوا الحاجه دي او حتى لو محدش بيشوفها، بس دي الحاجه اللي بتبسطهم ودي الحاجه اللي بتحسسهم ان هم عايشين. دول قدروا يطلعوا بجانرا جديده على الساحه المصريه غصب عن اي حد، ويستاهلوا كل التقدير ليهم من اصغرهم لكبرهم. والفيديو ده كله رساله حب وشكر لكل الناس دي، ان هم شاركوني حوالي 7 سنين من حياتي، شفتهم من اول البنج لحد دلوقتي، وشكر اكبر ان هم مخلصين للي بيعملوه ده بعيدا عن اي حاجه. وبالنسبه لي عموما هو قصه الراب سين قصه ملهمه فشخ، قصه انا عن نفسي بحبها عشان جزء منها ان القصه دي انا عشت معاها، وجزء ان دي قصه ناس بيحبوا يعملوا الحاجه ومش مستنيين منها مردود ومكملين فيها حتى لو مفيش امل. ومن نفس القصه دي قدروا يخلقوا امل من جديد، وعرفوا يكبروه ويطوروه وما زالوا بنفس الحب ده حتى لو اتشتتوا شويه. وبرده يعني كان مين يتخيل ان حلم 2 شباب راكبين ترام وتقابلوا صدفه كان ممكن يعمل كل ده، بس في اوقات قليله فشخ، والاوقات دي بيبقى لازم ان احنا نتبسط فيها ونتامل فيها. الاحلام بتتحقق. وهنقفل الباب ده امتى؟ واضح اني بكلم نفسي، ده مش الاكتئاب ده انت. نفسيا جبت سقفها بس ماديا ده مش وقتها.